إيدك أو رجلك بتورم ومش بيروح؟ بتحس بألم أو تُقل في رجلك أو إيدك ومش عارف ليه؟ تعالَ أقول لك، عندنا في جسمنا في الجهاز الليمفاوي، ربنا خالق إن هو بيصرّف السوائل اللي التشو أو الأنسجة مش عايزاها أو مش محتاجاها بيصرّفها، عن طريق التعرُّق، عن طريق البول، فبالتالي لمّا بيتكوّن والجسم خلاص بقى فيه مشكلة والجهاز الليمفاوي ده بقى فيه مشكلة، خلاص ما بقاش قادر إنه يصرّف السوائل دي، فبتتجمّع على أساس ورم في الإيد أو في الرجل. نحس بتُقل وشد في رجلينا أو إيدينا على حسب المشكلة في أنهي منطقة، ويبدأ يظهر ورم واضح ولو اتساب من غير علاج بيحصل التهابات ومضاعفات أخرى. الخبر الكويس اللي أحب أقوله لك إن في علاج عن طريق العلاج الطبيعي. إزاي؟ في مساج لمفاوي، تمارين رياضية بنعرفها مع بعض، كمان رباط ضاغط ده بيحافظ على النتيجة اللي إحنا وصلنا لها بعد المساج الليمفاوي. دايما افتكر إن الليمف مش نهاية، ده بداية إنك تهتم بصحتك وتعيش حياة طبيعية. حد في عيلتك أو قرايبك أو صحابك بيعاني من المشكلة دي، تابعني عشان تعرف الحل للمشكلة.